الأهرام المساء المنتخب في طابور الانتظار. المساء الليلة في استاد الحربية الفوز أو الرحيل. الأهرام مصر تلعب أمام جنوب إفريقيا الليلة بهدف الفوز. الأخبار الليلة سهرة مع أمل التأهل لنهائيات الأمم الإفريقية، المنتخب يكون أو لا يكون في مواجهة الأولاد. الجمهورية في موقعة الأولاد بالحربية الليلة، منتخبنا يكون أو لا يكون. المصري اليوم الفراعنة يتحفزون لافتراس الأولاد في معركة الثأر والمصير. الأهرام الفرصة قائمة والفوز على الأولاد البداية. شحاتة وموسيماني وجها لوجه يتعهدان بالفوز. الجمهورية الخبراء منتخبنا الأفضل من كل الوجوه وصعوبة الموقف في صالحنا. مصر اليوم BBC، مصر مهددة بفقدان التاج الإفريقي. اليوم السابع، الجماهير تشتكي من السوق السوداء قبل ساعات من لقاء الأولاد. أهرام المساء، ارتياح بعد فوز سيراليون على النيجر. الوفد في تصفية إفريقيا، المغرب وبوركينا أبرز الفائزين. الوفد الحضري لن أعتزل قبل مونديال 2014. الأهرام المنتخب الأولمبي يتعادل سلبيا مع السودان. الوفد رمزي مستاء من الأولمبي. اليوم السابع، عودة بعثة المنتخب الأولمبي من الخرطوم. الأهرام المنتخب الأولمبي يتعادل سلبيا أو حكام عرب للدوري في مراحله الحاسمة. المساء، خارطة الطريق لإنقاذ الدوري، أطقم تحكيم عربية مقيمة لإدارة المباريات الحساسة. الجمهورية، الجمل وطولان وعامر آخر الضحايا، 19 جهازا فنيا سقطوا في الدوري والعرض مستمر. الأخبار، الزمالك للجبلاية خلص الكلام، جلال إبراهيم الانفصال عن لجنة البث في الموسم القادم. الأهرام، الزمالك يرد على اتحاد الكرة رسميا. الأهرام المسائي، الزمالك يغلي بعد عقوبات لجنة المسابقات. الجمهورية في اتصال زاهر وغنيمة، الجبلاية تسعى لمصالحة الزمالك. المساء، الزمالك فاز على منتخب الشباب في الودي. المصري اليوم، الإسماعيلي يمدد عقد ويري عاما إضافيا وأحمد علي يرفض العودة. المصري اليوم، السادات يحبط محاولة الإطاحة بمجلسه ويعلن ترشحه للانتخابات المقبلة. مصري اليوم، سموحة يدعو الأندية لمؤتمر المادة 18 ويرفض عرض الهلال استعارة جودويل. اليوم السابع، فشل مفاوضات بلدية المحلة مع علاء ميهوب. الأخبار، تسوية ودية بين بلاتر وبين همام. نتائج مباريات كأس الأمم الإفريقية، سقط المنتخب الكاميروني في فخ التعادل على أرضه ووسط جماهيري أمام السنغال، ليرفع منتخب الكاميرون رصيده إلى 5 نقاط ويصعد للمركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف منتخب السنغال المتصدر. المباريات الأخرى، تصدر منتخب زامبيا المجموعة الثالثة بعد فوزه على موزمبيق 3-0 ليرفع رصيده إلى 9 نقاط. المجموعة السادسة، سحق منتخب بوركينا ناميبيا 4-1 ووصل المنتخب البوركيني إلى النقطة التاسعة. أما في المجموعة الرابعة، قفزت المغرب إلى المركز الأول برصيد 7 نقاط بعد الفوز على الجزائر 4-0 وتجمد رصيد الخضرة عند 4 نقاط، قابعا في المركز الأخير خلف أفريقيا الوسطى وتنزانيا. أتمنى إن شاء الله أن الجزائر تشد حيلها تبقى مغرب وجزائر بإذن الله. أنا غلطت في أول الحلقة على فكرة وقلت منتخب جنوب أفريقيا 9 نقاط، هو 7 نقاط، عفوا، ده أنا بعتذر لأن أنا فعلا قلت 9 نقاط لكن هم 7 نقاط، هم كسبوا ماتشين وتعادلوا ماتش. ماتشنا النهارده زي ما قلت لكم في كلام بيتقال ان ممكن يحصل فيه تغييرات في التشكيل او يعني كابتن حسن يدفع ببعض التعديلات في التشكيل، لكن المهم في الاول وفي الاخر احنا عايزين ان شاء الله ربنا يكرمنا بالمكسب ايا كان بقى، 1-0 2-1 3-0 4-0، المهم نكسب 3 نقاط لان الموضوع ما بقاش يستحمل، خاصه زي ما قلت لكم ان سيراليون امبارح يعني ادتنا بصيص امل لما كسبت النيجر. الفراعنه المصري اليوم بيقول يتحفزون لافتراس الاولاد في معركه الثأر، يعني الفاظ الثأر والحاجات دي بنتمنى ان احنا ما نسمعهاش في الرياضه، يعني العمليه عمليه رياضه، رد الاعتبار وهكذا الالفاظ دي، لكن الثأر دي بتبقى صعبه شويه. الBBC بتعلق وبتقول ان مصر مهدده بفقدان اللقب الافريقي. في مشاكل لدى الجماهير بتقول ان في سوق سودا وان ما فيش تذاكر موجوده في السوق وان هي بتتباع في السوق السودا.
لكن مسؤول الامن وضعوا لافتات تحذيريه لمنع اصطحاب المياه المعدنيه والغازيه والصواريخ والشماريخ وهذا الكلام ده كله، لكن السوق السوداء ظهرت. الحضري بيقول انه هدد مسؤولي فريقه بالاعتزال بسبب الهجوم الشديد من وسائل الاعلام السودانيه الذي وصل الى حد الاهانه لحسام البدري. وقال عصام الحضري: انني مستمر مع نادي المريخ ولن اعتزل، وساستمر في الملاعب حتى يتحقق الحلم بالوصول لكأس العالم. وقال ان برغم وصولي لسن 38 سنه انني ما زلت قادرا على العطاء وما زلت مرغوبا، فهناك انديه انجليزيه ابدت اعجابها بمستوايا. دي كل الاخبار اللي خاصه بمنتخبنا الموجوده، لكن عايزين نتكلم على الكابتن هاني رمزي. التعادل السلبي امبارح مع السودان خطوه لمباراه العوده اللي هتقام يوم 18 يونيو في استاد القاهره، في استاد اسكندريه. مباراه العوده 18 في استاد الاسكندريه. كان ما بقول لكم كابتن هاني رمزي ده حاجه محترمه قوي، مدرب محترم، مدرب تقيل بمعنى الكلمه. ان شاء الله يعني مع الوقت الكابتن هاني رمزي ده يبقى قيمه كبيره تدريبيه كبيره في مصر، اتعلم ودرس واشتغل واحترف فبيطبق الامور بشكل محترم. قال برغم ان النتيجه جيده الا ان الاداء مش عاجبه، وقال لك برغم ان احنا كنا بنلعب ب10 لاعبين والارض وكده، كل دي مش حجج، الاداء ما كانش عاجبه. اشاد جدا بحكم المباراه، اشاد بحكم المباراه، كان سعيد وقال لك حكم كان جيد جدا برغم ان كان في عندنا حاله طرد اثناء المباراه. لكن في الاول وفي الاخر هاني رمزي فعلا بيعتبر ان هو قيمه تدريبيه مصريه محترمه، نتمنى الحفاظ عليها ونتمنى من ربنا التوفيق ليه، ان ربنا يوفقه في الفتره اللي جايه عشان نصعد للاولمبياد. قد ايه بقالنا كتير قوي ما سمعناش مدرب منتخب طالع بيقول النتيجه كويسه لكن انا مش مبسوط من اداء لاعبتي. طالع بيقول ان برغم ان في مشاكل في ارضيه الملعب وفي حراره الجو، ولكن ده مش مبرر للاعيبتي ان هم يأدوا الاداء ده. من زمان ما سمعناش مدرب لمنتخب مصري طالع بيقول ان المنتخب ان الحكم كان جيد جدا وشايف ان الحكم ادانا حقنا. فكلها حاجات تصريحات بتدل ان هو فعلا مدرب محترم.